عاملين ايه؟ رمضان كريم. بصي بقى الكفتة القمر دي متماسكة وشادة وحلوة جدا. اظن ما فيش مرة بنشتريها من الحاتي ويطلع شكلها غير كده، ولا هتبقى على الشواية زي الحاتي ولا الكلام ده، بس الطعم والريحة احلى من الحاتي مليون مرة. بس احب اطمنك قبل ما تكملي الفيديو ان انا ولا هحط مكونات سحرية، ولا هعصر البصل من ميته، ولا هحط كربوناته، ولا عيش، ولا فول صويا، ولا الحاجات دي كلها خالص. هتبقى بدون اي تكلفة. انت طبعا بتجيبيها من بره بتبقى غالية الضعف، لا انت هتعمليها في بيتك وحلوة. هو مكون واحد هيقوم بالليلة، هيدي معاكي كمية وفي نفس الوقت هيخليها هشة وطعمه مش هيبان فيها خالص. تابع الفيديو للاخر، هقولك فيه معلومات حلوة هتفيدك. وبصي يا ستي، ده بصل انا عاوزاه مفروم ناعم جدا، لان هو لو خشن ده اللي بيفك الكفتة معاكي. وهحط 3 فصوص ثوم صغيرين، ما تكتريش عنهم عشان ما تكونش حامية. 3 رغيف عيش فينو انا مقشراهم من الطبقة الخارجية بتاعتهم، دول هيشربوا مية البصل، وفي نفس الوقت هنبقى احتفظنا بالقيمة الغذائية بتاعته. وكمان بيخليها مادة الرافع اللي فيه بتخلي الكفتة هشة وحلوة قوي. تقدري تضعفي الكمية بقى لان هو مش هيبان فيها نهائي. انا هنقل الخليط. لو انت عندك اللحمة مفرومة جاهزة تقدري تحطيه على الخليط على طول يتفرم معاه تاني، لكن انا هفرم اللحمة. ده نص كيلو لحمة ويمكن اقل كمان، بس انا حاطة فيه حتة دهنة. لو انت جايباها مفرومة جاهزة هي بيكون فيها دهون. اي قطعة لحمة عندك ما تدوخيش نفسك ولا تربطي نفسك يعني بقطعية معينة، هي كده كده هتطلع حلوة زي ما انت شايفة. هرجع الخليط تاني لان انا عاوزاهم ياخدوا كام لفة كده في الكبة، بحيث ان هما اللحمة تتسمغ وتبقى ناعمة. حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة، متحاوليش تغيري الطعم عشان تطلع نفس اللي بتاكليها برا. هما دول بيبقوا كفاية قوي مع طعم البصل والبقدونس واللحمة نفسها. بس يا ستي لو انت ما عندكيش هتقدري تعمليها بالمبشرة وتحطي اللحمة المفرومة وتعجنيهم بايدك شوية. لان العجن هو اللي بيخلي اللحمة يعني تتسمغ وتشد معاكي. انا معايا شبكة عشان بتسرع السوا شوية، والكمية اللي فاضلة احطها في الصينية من تحت عادي برضو. دي قطعة دهنة، وبصوا جربوها بتخلوا يعني بصوا الريحة كأن انت فعلا قاعدة عند الحاتي. بتبقى حلوة قوي. ومش هحط ولا اي زيوت ولا حاجة. انا ببل ايدي بمية بيضة لان انا مش عاوزة اغطي على طعم اللحمة. بصي، طالما بتتشال من السيخ معايا بكل سهولة اعرف ان هي ناجحة، ولا فكت ولا اي حاجة خالص. بتبقى متماسكة جدا. تقدري تعمليها على عصيان شيش او ده مسن سكاكين. انا مخصصاه بس للكفتة كده، لان عشان تستوي من جوه كويس. بس يعني انا كمية على فكرة كتيرة، انا مكبرة الصابع قوي لان انا كنت مستعجلة. انت تقدري لو صغرتيه عن كده تديكي كمية اكتر. بصي بتبقى متماسكة وحلوة جدا جدا، لو جربتيها هتدعيلي. وبدون اي افتكاسات بقى ومكونات تانية. انا بحاول ان انا اديكي احلى طعم وشكل، وفي نفس الوقت تكوني اختصرتي على نفسك خطوات كتير قوي. عاوزة اقولك الجزار بيحط حاجة اسمها الفوم. الفوم ده انت لو عرفتيه عمرك ما تفكري ان انت تاكليها من بره تاني. ابحثي عليها على النت ولو عرفت ايه عشان انا مش هقدر اقولك هنا. ادعيلي بقى ان انا نبهتك. وبس لو عجبتك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اي حاجة جديدة انا بقدمها. وبألف هنا وشفا. بس باي.